لقاء طبعا مع سيادة السفير هنا في إيطاليا. عاوز أسأل حضرتك كام سؤال بما إن هنا الجالية المصرية تتخطى حوالي 2 مليون. اعتقد الرقم ده مبالغ فيه جدا يعني. طبعا ما عندناش ارقام دقيقة، لا احنا ولا الجانب الايطالي، بس احنا بنتكلم اعتقد ما بين نص مليون ل 750 الف في الشمال الايطالي. تمام. بالنسبة لإيطاليا فيها جالية مصرية ضخمة جدا، ويمكن السيطرة والهيمنة هنا الأكبر جالية عربية في ميلانو هم المصريين، ده صحيح ولا لا؟ مؤخرا اخر سنتين فقط بقت اكبر جالية عربية هي الجالية المصرية، عشان قبل كده كان الجالية المغربية هي اكبر جالية. لكن عموما حاليا انت اكبر جالية في ايطاليا من خارج الاتحاد الاوروبي، عشان من داخل الاتحاد الاوروبي رومانيا هي اكبر جالية ثم الجالية المصرية. من خارج الاتحاد الاوروبي فالجالية المصرية هي اكبر جالية موجودة على الاطلاق في ايطاليا. في إيطاليا بالنسبة للسفارة المصرية تقدر تساعد الشباب ازاي في الوقت الحالي؟ يعني أنا عايش في فرنسا، أسمع إن حضرتك هنا عاملين نظام بالمواعيد، إن أي حد هنا مصري لازم الأول يجي ياخد ميعاد، مش زي عندنا يجي على طول يتوجه، لازم ميعاد الأول، ولازم الخدمة اللي هيعملها تكون إيه؟ متطلب ميعاد، متطلب نظام. يعني الطلبات هنا غير أي سفارة موجودة أو قنصلية موجودة في العالم كله. ده ليه؟ مظبوط، حلو. زي ما بقول لحضرتك احنا اخر سنتين الجالية كبرت جدا، فبدل ما كنا في وقت من الاوقات في 100,000 مواطن مصري في الشمال الايطالي، بقوا 200 300 500 700 وممكن يبقوا 750، على حين هو البعثة القنصلية موجودة هي نفس قوامها. فهذه البعثة بتقدر في خلال اليوم وليكن تقدم حد أقصى 300 معاملة قنصلية، على حين إن مع الزيادة المضطردة في أعداد الجالية أنا بقيت مطالب إن أنا أقدم في اليوم 900 معاملة مش 300. بس أنا ما عنديش الإمكانيات إن أنا أعمل 900. فالحل الوحيد إيه عشان أعمل 900؟ حاجة ما أنا قدامي خيار من الاتنين، لا أسيب هذا الموضوع زي ما هو وال300 اللي يقدروا يتزاحموا ويخشوا جوه يخلصوا حاجاتهم هيخلصوها، وال600 التانيين هيخشوا على ال900 بتوع تاني يوم يبقوا 1200، هيتاخد منهم 300 وال900 يخشوا، وهنفضل كده في تكدس مستمر. أو إيجاد طريقة تسمح بزيادة عدد المعاملات القنصلية اللي أنا بقدمها. ومن هنا جت فكرة التطبيق. التطبيق ده عبارة عن ايه؟ حضرتك بتيجي تقول انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اعمل توكيل، عايز اتجوز، عايز اعمل جواز سفر، عايز اعمل شهادة ميلاد، عايز اعمل اي حاجة. بنقول لك طب لو عايز توكيل مطلوب منك 1 2 3. لو سمحت تأكد لي انك معاك 1 2 3. بتأكد لي. عايز تعمل توكيل رسمي عام، قضايا، زواج، طلاق، خلافه، بتختار الفورم اللي انت عايزه طبقا للتوكيل بتاعك. كل ده بيحصل وانت قاعد في منزلك او في مكتبك او في جامعتك، والموظف بتاع القنصلية بيرد عليك لحد لما توصلوا ده شكل التوكيل اللي انا عايزه، يقول لك اوكي ده صح، انت تحجز موعد. ايه اللي بيحصل في الحالة دي؟ حضرتك حجزت الساعة 11، شرفتني 11 ل 5 عشان تسجل، 11 ودقيقتين 11 و3 دقايق ماكسيموم انت على الشباك بتخلص توكيلك، خدته وخرجت. كان حوالي 5 دقايق. تمام. تخيل بقى السيناريو القديم، حضرتك بتيجي تخش القنصلية بعد التزاحم، كويس؟ بعت الاوراق على الميل ويصور حاجه تمام. وحاجه نقصت وحاجه هتخش على حضرتك عايز انهي توكيل؟ شباك 6. تروح شباك 6. ايوه انت عايز تعمل توكيل قضايا. طب توكيل قضايا عام ولا توكيل قضايا في قضايا معينه؟ كل هذا الوقت هو وقت متاخد من حق مواطن اخر عايز يعمل خدمته.
كل الوقت ده احنا بنوفره على التطبيق. هتيجي بعد كده تختار توكيلك وتبدأ تكتبه بخط اليد، وهتنزل مصر في مشكلة في قراءة ما هو مكتوب بخط اليد. طب بديل كل ده ولصالح حضرتك كمواطن تخش تاخد خدمة سريعة، ولصالح أنا كبعثة بدل ما أنا قادر أخدم في اليوم 300 مواطن، أنا هقدر أوصل ل 900 خدمة اللي أنا محتاجهم عشان ما يحصليش تكدس.